وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. الاهلي وصن داونز في نص نهائي السوبر الافريقي، البطوله اللي لسه معموله جديد اول سنه ليها، وان انت محتاج ان انت تكسب البطوله عشان تبقى اول بطوله معموله في السوبر، او اول بطوله عامه في البطوله ديت تبقى انت اللي واخدها ومكتوبه باسم الاهلي. تفرق معانا احنا كتير. الاهلي رايح يلاعب صن داونز، قلنا بقى 3 العصر، ما بقاش في 3 العصر بقى. النهارده كانت الدنيا نطره والجو كان كويس والدنيا كانت جميله. اللعيبه رايحه مرعوبه من صن داونز. انت رايح تدافع بس. يعني كولر في المؤتمر الصحفي امبارح قال لك انا اتعلمت من اخطاء الماضي ولعبت صن داونز مرتين وديت الثالثه وتعلمنا ومش تعلمنا. ايه اللي اتعلمت؟ اتعلمت ان انت تدافع عشان ما يخش فيك 5، ولا ان انت تروح تضيع شخصيه الاهلي؟ الاهلي بريء من ال 14 لاعب اللي لعبوا النهارده. دول ما لهمش علاقه بالاهلي. ال 14 لاعب اللي كلهم ما حدش عارف يبص. وايه قفشه ده؟ بتعمل ايه في الملعب؟ صانع العاب ازاي انت ولا زفت ازاي؟ انت بتعمل ايه في الاهلي اصلا؟ مش في الملعب، بتعمل ايه في الاهلي؟ كل ما الكوره تجيلك عشان تطلع الكوره ده تروح راجع لي لورا. انت عايز ايه؟ بتحلق؟ كل كوره تجيلك عايز حد يحلق يلحق الكوره. اقول لك على حاجه، الماتش اللي انت خسرته 5-2 في مجموعات افريقيا السنه اللي فاتت، والله كنت تلعب كوره احسن من كده. مش خسرت 5، كنت تلعب كوره احسن من كده. حاولت تهاجم وحاولت تلعب كوره ما عرفتش. دي شخصيه الاهلي ودي هويه الاهلي اللي انت ضيعتها النهارده، مسحت بيها الارض. يعني انت كده تعالى اتفرج كده، اي حد ما اتفرجش على كوره قبل كده قول له اتفرج على الفرقتين دول، مين الفرقه البطل افريقيا ومين الفرقه اللي هي بطل القرن ومين الفرقه اللي معاها بطولات. هيقول لك الفرقه اللي بتلعب لابس احمر ديت ما لعبتش كوره قبل كده. مفيش باصتين 3 صح. خارج يا راجل الشوط الاول استحواذ 75% صن داونز. انت كنت بتلاعب ريال مدريد ما كانش عامل معاك كده، ما كنتش خايف كده. اللعيبه رايحه مهزومه نفسيا وقرف وحاجه طلعت الواحد عن شعوره اصلا. يعني كنت اول ما شفت التشكيل، تعالى للتشكيل: شناوي، محمد هاني، اللي ال 11 لاعب بتوع صن داونز النهارده كانوا بيعدوا من عنده سلام عليكم السلام، ومش عارف كولر كان سابه لحد دقيقه 70 بيعمل ايه؟ ماشي. وجنبه رامي ربيعه نجم الماتش النهارده، واحسن لاعب واكتر لاعب كنت خايف منه. هو كان احسن لاعب في الماتش، في الالتحامات، في الضغط، في الكوره اللي كان بيلعبها. وجنبه محمد عبد المنعم، علي معلول، اليو ديانج ومروان عطيه وقفشه سعاده الباشا قفشه، وعلى الشمال رضا سليم، وعلى اليمين بيرسي تاو، وفي المهاجم صلاح محسن. انا اول ما شفت التشكيله قلت كويس، هتلعب بالثلاثه اللي قدام عندهم سرعات، هيبقى عندك تحولات، دافع بس يبقى عندي شكل في الهجوم. مش طول الماتش ما عنديش اي كره خطيره على الجون غير الكره بتاعت طاهر واللي الحكم حسبها اوفسايد. تعالى للحكم. ايه الحكم ده؟ ده لو انا بلعب دوره مدارس هيبقى عندي حكم افضل من ده واحسن من ده. اقسم بالله ما اعرف اللي هو حكم عشان لابس اسود. يعني هو لو كان يعني مش عارف، انا عرفت اللي هو حكم من الاسبري اللي معاه ومن الصفاره بس. الصفاره اللي كل شويه عرفنا بيها اللاعب يقع، اللي يقع الاول بياخد فاول. لو الاثنين دخلوا على بعض اللي بيقع الاول بياخد الفاول، والكوره كل شويه تخبط فيه. دي بطوله عايزين بتعملوا عليها تجربه عشان عايزين تطبقوها في اوروبا. اوروبا ايه وقرف فيها يا راجل؟ بلا قرف. تعالى بقى هنا، من امتى وانت بتلاعب فرقه بتدافع قدامها ال 90 دقيقه؟ قول لي كده من امتى؟ الاهلي فين؟ الاهلي اللي لما خرج قدام ريال مدريد خسران الشوط الاول كان نازل الشوط الثاني بياكل النجيله، ولحد دقيقه 90 كنت خسران من ريال مدريد 2-1. مش بتلاعب لي صن داونز وبتدافع قدامها طول الماتش ومش عارف تطلع بالكره؟ فين هويه الاهلي؟ هفضل اقولها، الاهلي بريء من الجيل اللي مرعوب من صن داونز ده. من اول ما غلبوك 5 الاولانيه مع لاسارتي والثانيه مع مارسيل كولر، ورجعت خط افريقيا. خط افريقيا بس ال5 دي ما اتمسحتش لسه في تاريخك، لازقه فينا. عارف والله يعني الفرقه دي بتفكرني بحاجه ايا كان. يعني مثلا هنا بتفكرني في مصر الاهلي والزمالك. ايا كان الزمالك عنده سكواد قوي وسكواد جامد جدا، بيجي الاهلي ممكن بالناشئين يكسبوا. انت السنه دي عمال تقول انا اقوى فرقه في افريقيا واقوى سكواد واحسن فرقه ومعاك كل حاجه ومش ناقصك حد، وبتروح لحد عندهم متعرفش ايه اللي بيحصل. مش هنقبل ان صن داونز يجي يطلعنا من هنا من مصر. انت خسرت هناك 1-0، انا فرحان انت خسرت 1-0. يعني انت خسرت 1-0 وبتلعب كوره معاهم، ده نتيجه كويسه جدا.
يعني انت لو بتلاعب ده الوداد اللي كان الوداد اللي انت واخد منه افريقيا السنه اللي فاتت، متعادل هناك معاهم على ارضهم 2-2، وكان بيلعب عليهم ماتش. ده بيترو اتلتيكو اللي ما فيهوش 3 4 لعيبه قاتلين، اللي انت اصلا لاعب من عندك بالفرقه بتاعتهم كلها، كان بيلعبوا عليهم ماتش وطالعين متعادلين معاهم 0-0، كانوا عاملين عليهم ماتش كويس. انت بتعمل ايه؟ هي بقت عقده خلاص، عقده من فرقه من جنوب افريقيا، عقده. الفرقه دي تعقدني للدرجه دي اللي انا هخاف هفتح لها خطوطي، ان انا كل ما يجي لهم كوره اقول يا رب استر. ليه؟ ليه تخليني ماتش خسران 1-0 بره ارضي وابقى قلقان من الماتش اللي على ارضي؟ ليه؟ مش هعرف اهاجم الفرقه دي، مش هعرف اكسبها. ما هو انت ما تقوليش بقى ان انت تيجي تلعب هنا في القاهره والنتيجه حلوه. انت تيجي هنا في القاهره لو هم جابوا فيك جون بقيت محتاج تكسب 3. انت بالمنظر ده تكسب الفرقه دي حتى 2 عشان تصعد؟ والله ولا واحد. فين روح الفنانه الحمراء؟ فين 11 راجل في الملعب؟ دول 11 لاعب في الملعب ما فيهمش ولا راجل. ال 14 ومنزل لي موديست بقى في الدقيقه 75 نازل اصلا. يعني اللي انا بشوف اللاعب اللي نازل كده وفرقته خسران من على الخط بيفتح سبرنت كده لحد ما يوصل عند الكوره، ده نازل عايز مكنه صيني تنزله توديه عند الكوره. نزله يعمل ايه؟ قاعد لي كهربا جنبك على الدكه بيعمل ايه؟ ما قاعد لي حسين الشحات وسايب لي قفشه في الملعب بيعمل ايه؟ ولا هتلاقي ولا اجابه اللي انا بقول لك عليه دوت. هتقول لي يا ما يحيى عشان الماتش اللي في القاهره، ما انت في الماتش اللي في القاهره انت كنت محتاج تجيب جون هناك، كنت تخسر هناك 2-1، كنت تخسر هناك 3-1 كمان مش 2-1. انت كده محتاج جونين عشان تكسب. هل انت ضامن بقى ان الفرقه والله بيعوزوا يجيبوا جون بيباصوا باصتين بتلاقي نفسهم عند الجون خلاص. يعني الشناوي النهارده شايل كورتين الله يبارك له الحمد لله، يعني هو دخل فيه جون اصلا ما يخشش في حد وشايل كورتين مش اي حاجه يشيل. ما بقتش فاهمه. ولما اكرم توفيق جاهز وتمام سايب لي ليه محمد هاني في الملعب لحد دقيقه 70؟ الشوط الثاني بقى يا عم تعالى بقى. الشوط الاول ما حصلش اي حاجه ولا منك ولا من صن داونز، انت بدأت تدافع. ولكن اللي بيحصل معانا في الدوري المصري من فرق حرس الحدود، ومع احترامي لحرس الحدود وغزل المحله وبلديه المحله والناس اللي بتدافع قدامك دي واللي احنا بنتخنق من اللي هم بيعملوه، احنا عملنا اللي اوسخ منهم. الفرقه دي بتلعبنا بيبقى الاستحواذ مثلا ايه 55 45 60 40، مش الاستحواذ 75 متاخد منك الاستحواذ بنسبه 75. مفيش حد على الدكه واخد باله ان الفرقه دي واكلانه. ما تقوليش بقى بيبصوا بقى باصات سلبيه. فكك من الكلام ده، فكك من الكلام ده. هويه الاهلي ال 11 لاعب اللي كانوا موجودين النهارده، حتى لو المدرب قايل لك دافع مش قايل لك باصي غلط، كنت تقطع الكوره تعرفش باصي باصتين 3 على بعض، تقطع الكوره تقطع منك في ثانيه. كان قاعد جنبي واحد زميلي زملكاوي بيقول لي انا حاسس لعيبه الاهلي بتخسر الكوره اصلا. ايه ده منظر فيها تلعب كاس عالم كمان شهر. الشوط الثاني دخل فيك جول في الدقيقه 52، حاولت تبني بص انا بقول لك انت شحت باصه 60 3 صح، حاولت تبني اللعب من تحت، انت مش هتقدر تبني اللعب من تحت، ما تبنيش، اطلع بالكره العبها في نص الملعب يا شناوي. يدينا محمد الشناوي يلعبها محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم يعمل نفسه هيباصي ويروح جاي مديها لمروان عطيه في نص الملعب، ما يلحق مش عارف بقى استلمها ولا ما لحقش يستلمها ولا لقيت الكره في رجل لعيبه صن داونز والواد بيشوط من بره ال 18. هم واثقين ان هم هيشوطوا شوطه هتيجي جول بتاع كل سنه. هي شوطه كل سنه، كل مره نروح نلعب صن داونز هناك لازم ليهم شوطه جول. ما تعرفش بقى هتيجي بقى تخبط في حد وتخش جون هيحطها في ال90 وتبقى صعبه على الحارس. الشناوي يروح له يبقى فايت ايده خلاص، لو كمل معاها هيجيبها يروح لامم ايده خلاص، تحس ان الكوره تقطع له ايده وهي رايحه، ما تفهمش في ايه. يشوط الكوره من بره ال 18 الجون الاول لصن داونز. يلا بقى يا عم انت وهو فوق بقى، فكوكم من الدفاع انتوا خسرانين، اطلع هاجم اعمل اي حاجه. الدقيقه 52 اول هجمه ليك امتى؟ الدقيقه 72 او الدقيقه 75. الكره بتاعت طاهر اللي هو حاول يوقف الكره دي ما عرفش يوقفها وراح مكمل بيها جاي وراح لعبها بالعرض ايه والحارس مسكها على مريض، وبعد كده الحكم حسبها اوفسايد. الاتحاد الافريقي قرر زباله وحكم زباله واستغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه الحكم ده؟ في حكم في اول تلت ساعه الكوره تخبط فيه مرتين؟ لا وسبحان الله المرتين الكوره تخبط فيه من الاهلي ياخدها يديها لصن داونز. يعني بيستوي الكوره الاولانيه هو اللي قاطعها
تخبط فيه ياخد الكوره يروح يديها، اصل الكوره في نص ملعبك. الكوره في نص ملعبك، انت اكيد مش تقطع الكوره في نص ملعبك وكنت ترجعها لي كده. اديها لصن داونز معلش خليها لك. طب المره الثانيه يا كابتن انت واخدها من، يعني انا بجري بيها خبطت فيك سيبها لي بقى. واخدها اديها لصن داونز. حكم ايه ده؟ والله ما يبقى حكم مراكز شباب عندنا. والله ما يبقى حكم مراكز شباب عندنا. دي بطوله عايزه تنجح عشان تطبقها في اوروبا. تطبقها في اوروبا بايه؟ بايه؟ ما تجيب لي يا عم، انت عندك فيكتور جوميز، عندك مصطفى غربال، رضوان جيد، يا عم عندك حكام كتير، حكام تقيله وحكام كويسه. ليه لازم يبقى في علامه استفهام؟ ليه مصمم يبقى في علامه استفهام ان مثلا رئيس الكاف جنوب افريقي وانا بلاعب الفرقه اللي هو كان ماسكها قبل ما يمسك الاتحاد الافريقي وهو معين لي حكم مجهول الهويه، ما حكمش اي ماتش عدل قبل كده، ما حكمش الفرقه من الفرق اللي هي الصف الاول. مش هقول لك بقى ماتش الفرقتين تصنيف اول السنه دي، عندك الفرقتين تصنيف اول، عايل لي حكم تقيل عشان يطلع لك الماتش ده كويس. مش عايل لي حكم اول مره يمسك ماتش تقيل، مش اول مره، ده اول مره يحكم لفرقه بتلعب في التصنيف الاول. مش هقول لك بقى الفرقتين تصنيف اول، ده اول مره يحكم ماتش. يا جدع بلا قرف، حكم ايه ونيله ايه وكرر زباله ايه؟ بص بقى، حط لي 10 علامات استفهام على تبديل كولر. 10 يعني لو هم 10 هيكفوا حط 10. قفشه قاعد في الملعب لحد 90. انت كنت شايف ايه من قفشه؟ انا وال90 مليون اهلاوي مش شايفينه. كان بيعمل ايه قفشه؟ قول لي. صلاح محسن في الملعب لحد دقيقه 70. هاني اللي رايح واللي جاي سلام عليكم كده كان بيعدي منه ولبس انذار يعني في كوره على طول اللاعب كان بيعمل نفسه هيخش جوه يروح مرقصه لبره. كان نفسه هيخش جوه يروح مرقصه لبره. راح جاي اللاعب المره اللي بعدها اخر مره دي عمل نفسه هيرقصه لبره، راح هاني بقى ايه؟ انا ناصح هسابقك انا على هناك. والله يا عم يبكي وعم يضحك. راح هاني جاري راح اللاعب معدي لجوه. ما تفهمش انت بتعمل ايه. راح جاي كولر بعدها على طول راح سحبه سايبه لحد 70 بيعمل ايه؟ ليه اكرم توفيق فايق وموجود ونزل؟ ما تقوليش غلط اول، عادي، ما هاني غلط كتير. غلط اول ما نزل وكان هيسبب ان انت تخش في الجول، بس شوف بقيه الماتش حسيت بحاجه من على اكرم توفيق. والله معلول ما كان عليه لعب زي هاني النهارده. انا والله كنت حاطط ايدي على قلبي من ناحيه معلول ما تلعبش عليه النهارده زي هاني. سايب لي ليه اكرم توفيق قاعد على الدكه لحد الدقيقه 70؟ طب ما انت كده هتجيب لي جلطه لما تسيب لي قفشه في الملعب لحد الدقيقه 70 وتسيب لي صلاح محسن لحد دقيقه 70 وتسيب لي هاني. ايه الناس دي كلها؟ وبص بقى، طلعت لي بقى صلاح محسن وطلعت لي رضا سليم ورحت منزل لي محمد طاهر مودست. يا عالجلطه. والله لو حد مسلطك علينا ما هتعمل كده. يعني قاعد مستني ايه بقى؟ مستني حسين الشحات ينزل، كهربا ينزل يفوق الناس اللي قدام. ده كهربا قليل ادب ويضغطوا ويلعبوا واحد كده ما عندوش فنيات بس قليل ادب، عنده روح الفانيلا دي. كهربا عنده روح الفانيلا دي. مفيش حاجه اسمها انا كل كوره تتلعب عاليه على صلاح محسن ايه يطلع ينط يمسك الكوره. ده اللي كان صلاح محسن بيعمله النهارده. كله كانت تلعب عاليه يطلع ينط للدور الثالث بس ما يلمسش الكوره. نزل لي كهربا يضغط من قدام وتعالى يا انت وهو اضغطوا معايا. ايه ده؟ هو ده اللي انا عايزه. تشوح لهم كده، تعالى اضغط معايا. انت سايب الناس دي عماله تباصي ورا والحارس طريق لحد نص الملعب. ايه بيلعب بايرن ميونخ نوير طريق لحد نص الملعب، الاثنين المدافعين فاتحين وهو واقف في نص الملعب بيلعب معاهم كوره. بقينا متشافين غلط. والله بقينا متشافين غلط من الفرقه دي بالذات. بقت عقده لينا. انا عشت بشجع الاهلي بقالي 10 12 سنه، يعني عندي 25 سنه، بقالي 12 سنه بشجع الاهلي وبروح مدرجات وبعمل. اول مره اشوف الاهلي مهزوم نفسيا قدام فرقه كده، مهزوم، مش عارف تلعب باصتين صح، مش عارف تلعب كوره، مش عارف تعمل اي حاجه. الحارس بتاعهم طالع لحد نص الملعب. دي فرقه من افريقيا تلعبك الحارس في نص الملعب بيلعب معاهم؟ يعني فين المهاجم اللي بيضغط قدام؟ فين؟ انت ضغطت عليهم مرتين ثلاثه غلطتهم، بيستو ضغط على الحارس خد الكوره منه كنت هتجيب جول. فين المدير الفني اللي قاعد يتكلم اصلا؟ فين المدير الفني؟ فين؟ نتكلم على اسوأ 3 لعيبه مش هنقول احسن، يعني نتكلم على اوحش 3 لعيبه واحسن الوحشين في ال3 لعيبه التانيين. يعني نتكلم على لعيبه هم فعلا، يعني هم مش ذنبهم ان انت معاكوا 8
يعني 8 لعيبه ما لهمش لازمه في الملعب. يعني في 3 لعيبه ولا 4 لعيبه كده كانوا كويسين. من اول رضا سليم انت كنت في اول الماتش لبستهم انذار وكنت بتاخد الكوره وتروح، ما لقيتش اي حاجه. وواليو جانج كان كويس برضك والله ما كانش وحش. ورامي ربيعه يعني عامل ماتش من احسن ماتشاته من ساعه ما جه الاهلي، حرام. دول احسن 3 لعيبه. اتكلم بقى على اسوأ 3 لعيبه. جدي قفشه. والله جدي، يعني جدي يبقى جاي لنا كده مثلا من سفر، بيبقى جاي تعبان مش قادر يمشي، فاهم؟ يعني في حاجه وقعت منه بيقعد يدور عليها. هو قفشه كان كده النهارده بيجري بالكوره. شفت فيلم بوحه حلق من الناحيه الثانيه؟ هو كده، هو قفشه كان بيعمل كده النهارده. الكوره معاه النهارده بيجري بيها مش عارف عايز يعمل ايه. الكوره جايه له، صلاح محسن خلاص وصل عند الجون ولقيت قفشه بيلف بالكوره، رجع بيها لرامي ربيعه. فما جاش بقى مثلا نص الملعب وراح فاتح نص الملعب عشان ياخد منه الكوره ويوزع لعب زي صانع الالعاب العادي اللي احنا بنشوفه عند الاتحاد السكندري. مع احترامي يعني مش بتريق على الاتحاد السكندري، مع احترامي الاتحاد السكندري. صانع العاب مثلا ايه اللي هو مصطفى ميسي والناس دي، الناس اللي هي بتلعب في فرق في نص الجدول. الفرق دي بتاخد الكوره وبتوزع وتلاقيهم بيبعتوا كوره للمهاجمين وللجناحات. فين صانع اللعب ده؟ ده بياخد الكوره يرجع بيها للدفاع. طارق حامد كان بيعمل كده عادي، انا كنت بشوف طارق حامد بيعمل نص ملعب مدافع جدا. تاني لاعب معانا محمد هاني. فين هاني؟ احنا بنقول خلاص هاني كبر وبقى كابتن وبقى عنده روح بقى بيلعب. قلت مش قلقان النهارده من هاني، انا رجعت قلقان من هاني تاني. الناشئ محمد هاني رجع تاني. محمد هاني اللي كل ما حد يخش عليه يعدي منه الكوره جايه له. ايه ده؟ لو بتاع في 90 وكسبان ريال مدريد 1-0. يعني شفت له كوره مثلا في الدقيقه 40 الشوط الاول باين، الكوره جت عنده شاطها بطريقه غريبه، سطحها بعت الكوره الملعب تاني، كان بعتها القاهره مش عارف عملها كده ليه. وتالت لاعب معانا صلاح محسن. كنت منتظر منك كتير النهارده، انا كنت منتظر منك اي حاجه تعمل النهارده. منتظر منك ايه؟ تنزل. انت بتنزل ولا بتدافع؟ تنزل تقف عند نص الملعب اسمك واقف تحت نص ملعب فرقتك، ولا بتدافع ولا بتاخد كوره صح ولا بتدوس على الكوره لحد ما تطلع حد، ولا المهاجم اللي نزل مكانك. وفين المهاجم؟ هنقضي الموسم برضك من غير مهاجم. صلاح محسن مشيت لي شادي حسين ومشيت لي محمد شريف. والله محمد شريف برقبه موديست اللي انت رحت جبته لي ده ومديله مش عارف $1,700,000 ولا مش عارف مديله. يا عم الفلوس اللي عمال هات لنا موليكا يا عم ب 4-5 مليون دولار. ما انت عمال تدفعهم كل سنه، ما انت كل سنه تدفعهم في مهاجم شكله بتمشيه ببلاش. هتقول لي ما هيطلع واحد فوقيك دلوقتي يقول لي ما احنا ما دفعناش حاجه في جدي موديست. ما هقول لك ما انت بتديله، ما انت هتديله مرتب $1,700,000. ما تحط يا عم الفلوس دي يا عم في لاعب يا عم، وهات لنا لمهاجم عادل يا عم. ما انت ممشي محمد شريف $1,500,000 ومشي حمدي فتحي $3 مليون ومشي لعيبه يعني مش فقير، واخد افريقيا واخد سوبر. في ايه؟ في انت منشفين علينا كده ليه؟ ما عايزين مهاجم، احنا مش عايزين، ما بنطلبش حاجه معجزه. بقالنا 5-6 سنين عايزين مهاجم عادل. اخر مهاجم كان عادل عندنا كان وليد ازار. هتقول لي وليد ازار كان بيضيع كتير. اقول لك هو اللي كان بيعمل كده، يعني هو اللي كان بيصنع لنفسه فرصه عشان يضيعها، او يعمل لنفسه فرصه عشان ياخد هداف الدوري اخر سنه مشي فيها. مش عارف اصلا مشيت وليد ازار ببلاش كان جاي. مش هنفتح في حاجه، مش هنفتح. في اخر الفيديو حابب اشكر جماهير نادي الزمالك اتغلب من انبي بس جماهيره فازت في المدرجات. عجبتني اول لفته ان جماهير الزمالك كلها تبقى لابسه اسود، تنظيم على اعلى مستوى. حتى لما الزمالك دخل في الجون الاول كان دعمهم لفلسطين بس، كانوا رايحين المدرج عشان يوصلوا رساله وصلت. وحتى لما الزمالك جاب التعادل برضه كان دعمهم كله لفلسطين. وحتى لما الزمالك دخل في الجون الثاني كان دعمهم لفلسطين. احب اشكر اللي قايم على العمل دوت واللي وصل الرساله ديت. شكرا جماهير الزمالك. بس كده وصلنا لنهايه الحلقه. لو وصلت معانا في الحته دي في الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. استنى الحلقه دي. اتفرج على الحلقه دي. سلام.